تجديدها. نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن حريص على منصة مؤتمر أيباك الصهيونية على أمن السوريين، متعهدا أمام نتنياهو وباراك بدعم المعارضة المسلحة في سوريا، فيما يستكمل وزير خارجيته الأوامر الأمريكية الجديدة. يمضي الغرب في نفاقه متجاوزا حدود الكذب إلى الإيغال في العمه، وهو يزين للناس جريمة هدم المدنية السورية بدعايته الساذجة. فيتعهد وزير خارجية الولايات المتحدة من روما بتقديم مساعدات عسكرية غير قاتلة للمعارضة المسلحة السورية. وهل من سلاح غير قاتل يردد السوريون؟ هل هناك سلاح غير قاتل؟ يضحكون على من؟ وفي منطقة أخرى من الغرب ومن على منبر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، كان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن يعبر عن حرصه على أمن السوريين بالقول: نحن ندعم المعارضة القادرة على حماية أمن سوريا والمنطقة، متعهدا أمام رئيس الوزراء الصهيوني ووزير حربه بالالتزام الاستراتيجي المشترك. في مؤتمر أيباك الصهيوني الأشد عداوة لسوريا والسوريين، يعلن بايدن دعمه للمعارضة المسلحة في تصريح يرقى إلى الإقرار بمدى ارتباط هذه الأخيرة بإسرائيل. فما أمن المنطقة بالتعريف الأمريكي إلا إسرائيل ومن يدور في فلكها. وعلى هذا أرسل كيري إلى تركيا والخليج حاملا العاطفة الأمريكية. والمملكة من جانبها شددت على أهمية تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه. وها هو يعلن من قطر اليوم نيته مساعدة الشعب السوري بتشديد العقوبات عليه وتسليح الإرهاب. يرسل الأمريكيون السلاح إلى سوريا ويمعنون في تشديد الحصار، ثم يخرج كيري وأذياله يزينون للعالم ما يصنعون، فذرهم في ضلالهم يعمهون.